كتبدا قصه مع واحد البنت كتقرا في الليسي سميتها اليسا، وهي راجعه للدار غادي تصل بالام ديالها ولكن ما جاوباتهاش. داكشي علاش مشات كتجري، وملي دخلات ما غاديش تلقاها في الدار، وغادي يبان بلي هي خايفه من شي حاجه، وعلى غفله التلفازه غادي تخدم وغادي تشوف التصويره ديالهم من موراها شي شخص غريب، ولكن ملي دازت من موراها ما غادي تلقى حتى شي واحد. شويه اليسا غادي تسمع الصوت ديال الام ديالها وطلعت كتجري باش تشوف المصدر ديال الصوت منين جاي، ولكن ملي طلعت غادي تكتشف بلي ما كاين حتى شي واحد من غيرها في الدار. انا غادي تجلس مرعوبه وخايفه وكانت غادي تحماق. داكشي علاش طلعت للسطح وقررت باش تصفيها لحياتها. من بعد شويه عاد غادي تجي الام ديالها، وغادي تنهار ملي غادي تشوف هذا المنظر اللي كيخلع. من بعد غادي تدوز 6 شهور على هذا الحادث، وغادي نشوفوا واحد البنت سميتها روشيل وهي جالسه في الغابه كتسنى الاصدقاء ديالها يخرجوا من الليسي. من بعد غادي توصل رين واشلي الاصدقاء ديالها، وغادي نعرفوا بلي هذا النهار هو اخر نهار عندهم في الليسي. داكشي علاش كل وحده كتخطط كيفاش غادي تدوز العطله ديالها. انا وحده فيهم كتقول بلي هي غادي تخدم في القهوه والسوبر ماركت ديال العائله ديالها باش تلف الوقت، اما رين قالت لهم بلي غادي تخدم في المخبزه ديال الام ديالها وخالتها. وملي جات النوبه في اشلي بقات غير ساكته وقالت لهم سعداتكم عندكم الوقت باش ديروا هاد ديزاكتيفيتي، اما انا ضروري خاصني نجلس ونقابل خوتي التوام. وغادي نعرفوا من بعد بلي الام ديال اشلي يلاه صفاتها راسها، والاب ديالها ديما خدام، داكشي علاش ضروري خاصها تقابل خوتها وهي المسؤوله عليهم. وفي الوقيته اللي كانوا كيهضروا غادي يوصلوا هو وانطوني الاصدقاء ديالهم وغادي يخلعوهم، ومن بعد غادي يكملوا معاهم الطريق. شويه غادي يمشيو لواحد الجبال وغادي يحتفلوا الطلبه كلهم بمناسبه النهايه ديال الموسم الدراسي، وانا بخبصه بهم غادي يدوزوا الاوقات ديالهم في الرقص والشرب والممنوعات، وغادي يبان بلي هما قرابين من بعضياتهم وعارفين كل شيء على راسهم. وفي الوقيته اللي هما جالسين كيلعبوا وكيضحكوا غادي يوصل الصديق ديالهم تاز، وغادي نعرفوا بلي هو شاب منطوي على راسه ولكن ظريف بزاف وكيتعامل معاهم زوين. وغادي يسولهم اشنو بان لكم هاد الليله نمشيو للحفله اللي دايرها بيكي في الدار ديالها. انا روشيل غادي تكتشف بلي بيكي صيفطات واحد الانفيتاسيون لكاع الطلبه اللي غادي يحضروا لهاد الحفله في التليفون، وانا غادي تقلق وغادي تمشي باش تهضر معاها، وهادشي حيتاش ما صيفطاش ليها هي انفيتاسيون. وانا بيكي قالت ليها بلي الانفيتاسيون بالفلوس، ولا بغيتي تشريها خاصك 10 ديال الجنيه استرليني، وهادشي باش يكون الحضور مميز. ودارت هادشي كامل غير باش تحرج روشيل حيتاش عارفها من اسره بسيطه وفقيره، وخا هكاك روشيل دات اللي في راسها وقررت باش تحضر وتخلص داك الفلوس. ونارين غادي تدخل وعرضت على روشيل باش تسلفها الفستان ديالها تحضر بيه، ولكن روشيل غادي تحس بالاهانه وغادي تمشي. من بعد شويه غادي تطلع على رين ونوا هما جالسين بعضياتهم، وغادي يبان بلي هما مرتبطين. داكشي علاش روشيل غادي تقلق حيت شي واحد ما قال ليها على العلاقه ديالهم، واخا هما صحابات زعما، خصوصا رين كانت الصديقه ديالها من ايام ديال الطفوله، وواخا هكاك خبات عليها هذا الموضوع. داكشي علاش غادي تسمح فيهم وغادي تمشي وغادي تتكا في واحد البلاصه بعيده. شويه غادي يوصلها واحد الميساج من الرقم ديال بيكي وطلبت منها باش تانستالي واحد لابليكاسيون سميتها الورده الحمراء. انا روشيل غادي يسحب ليها بلي داك لابليكاسيون عندها علاقه بداك الحفله بالليل، داكشي علاش غادي تانستالي بلا ما تفكر. ولا غد ليه في الصباح روشيل غادي تفيق بكري باش تفطر الاسره ديالها، ولكن غادي تصدم ملي لقات الماكله تكفي غير 3 ديال الاطباق، داكشي علاش حطت الاب ديالها وخوتها بزوج وهي كاع ما بغات تفطر. من بعد غادي تبقى كتجلس مع الاب ديالها فيني، وغادي نعرفوا بلي هو واحد الشخصيه طيبه وكيبغي بناتو بزاف، داكشي علاش طلبات منه باش يعطيها الجدول ديال المواعيد ديال الخدمه ديالو باش تعرف الاوقات اللي غادي يكونوا خاويين وتقدر تخرج. وهادشي حيت حتى هي باغا تخرج وتسارى وتعيش حياتها مع الاصدقاء ديالها. ومره هو يشد عليها النوبه ويحدي ولادو، ومن بعد ما وصلت خوتها للمدرسه قررت باش تخرج هي والاصدقاء ديالها يتساراو. وفي الطريق غادي يتلاقاو واحد البنت سميتها جايا، كانت وحيده وانطوائيه ومعظم الاوقات ديالها كدوزهم غير في البيسي. غادي يسلموا عليها وغادي يمشيو مباشره. من بعد غادي يتلاقاو واحد جوج ديال البنات خوت وكانوا كيسميو عليهم جينا، وكانوا اكثر وحدين متنمرين في داك القسم، داكشي علاش روشيل غادي تكون متعمده باش تنمر عليهم وما عطاتهم حتى شي فرصه باش يجاوبوها. من بعد شويه روشيل غادي تسمح في الاصدقاء ديالها وغادي تجلس غير بوحدها في واحد القنت. في هاد الوقيته غادي يوصلها ميساج من التطبيق ديال الورده الحمراء، وغادي يسولها باش كتحسي في هاد الوقيته. وملي قالت ليه روشيل بلي هي مقلقه غادي يعرض عليها باش يعاونها، ولكن هي غادي تخاف وغادي تبرك على نو. في هاد الحدارير غادي تبدا الخدمه ديالها في المحل ديال المخبوزات ديال الام ديالها وخالتها. وفي الوقيته اللي كانت كتسربي غادي يوصلها واحد الميساج من رقم مجهول. على الام ديالها غادي تسولها ديال من هاد النمره الجديده، وهادشي حيتاش كانت خايفه عليها من الاشخاص الغرباء، ولكن رين ما بغات تقول ليها حتى شي حاجه وبقات غير ساكته. من بعد شويه غادي تطلب من الام ديالها وخالتها باش تخرج بكري من الخدمه، ومباشر غادي تلاقاو من النمره المجهوله، وغادي نعرفوا بلي هو ريك الاب ديالها، وكان يلا خرج من الحبس مده قليله. وغادي نعرفوا بلي ريتشل كتخاف على بنتها منه، داكشي علاش خدات منه تعهد في المحكمه باش ما يقربش من بنت مره اخرى. وهادشي علاش كنشوفوا رين كتحاول تلاقى في المقابر بلا ما يشوفهم حتى شي واحد، حيت هادشي ماشي قانوني واخا هو الاب ديالها، وما بغات تقول هادشي حتى شي واحد من غير روشيل صاحبتها. وبالليل غادي تكون روشيل جالسه كتلعب مع خوتها، وعلى غفله الضو غادي تقطع في الدار، وانا روشيل غادي تكتشف بلي العداد ديال الكهرباء خاوي، داكشي علاش غادي تقلق حيت الاب ديالها ما خلصوش. في هاد اللحظه غادي يوصلها ميساج من التطبيق ديال الورده الحمراء، وغادي يعرض عليها باش يحقق ليها 3 ديال الامنيات. انا روشيل غادي تحس بالملل وقرات باش تجاوب وقالت ياس، وانا التطبيق غادي امرها باش تكتب 3 ديال الامنيات اللي باغا، ولكن تكتبهم بالعكار في المرايه. داكشي اللي كان خدات العكار وكتبات بلي خاصها الاحترام والتربه والنفوذ. وانا
وانا التطبيق غادي امرها باش تقرا داك الامنيات بصوت عالي 3 ديال المرات، وبالفعل غير عاوداتهم غادي يرجع الضوء. وغادي تكتشف روشيل بلي العداد ديال الكهرباء تشحن. فهاد الوقيته رين غادي تحاول باش تتصل بروشين صاحبتها، ولكن التليفون غادي يقطع عليها غير بوحدو، بحال الا شي واحد كيتحكم فيه عن بعد. ولا غد ليه في الصباح غادي تفاجئ روشيل ملي غادي تلقى في باب الدار واحد السبرديله جديده، واحد الفستان الشكل ديالو غالي، وملي ما لقى حتى شي واحد حدا باب الدار غادي تهزهم وبقات كتصور بيهم، وكانت فرحانه بزاف ومتحمسه باش تلبسهم. من بعد شويه غادي تخرج روشيل باش تسالي الاخوات ديالها في الغابه، غادي تخليهم يلعبوا مع بعضياتهم، وهي غادي تفتح لابليكاسيون ديال الورده الحمراء، وعلى غفله غادي تخدم الكاميرا ديال الفيديو بحال الا شي واحد كيضغط عليها باش تصور. وانا روشيل غادي تبقى كتصور المنظر اللي قبالتها. شويه غادي تبان الشبح ديال غلوريا الام ديالها وهي كتمشى في الغابه، وانا روشيل غادي يجيها الرعب وغادي تاخذ خوتها وغادي ترجع كتجري للدار. من بعد غادي تمشي عند الصديقه ديالها اشلي باش تعاود لها داكشي اللي وقع معها في التليفون، ولكن اشلي غادي تبقى كتضحك عليها وقالت لها بلي هادشي اللي كتحسي به غير تهيؤات، هادشي راه ماشي منطقي. وكانت يسحب ليها بلي مازال كتعاني من بعد الموت ديال الام ديالها. وواحد النهار روشيل غادي تخرج باش تلاقى الصديقه ديالها رين، وغادي نشوفوا بلي هي مقلقه منها حيت ما بغاتش تصوني عليها، وملي كتصوني عليها رين كتقطع عليها التليفون. انا روشيل غادي تستغرب وقالت لها انا عمري ما قطعت عليك التليفون، وغادي تلومها حيت خبات عليها العلاقه ديالها مع نوا، وغادي يبقاو الزوج بهم كيدابزوا مع بعضياتهم. وانا رين غادي تجبد الام ديال روشيل، داكشي علاش روشيل غادي تقلق وغادي تسمح فيها وغادي تمشي. من بعد روشيل غادي تمشي باش تاخذ خوتها، وغادي نشوفهم جالسين كيحفظوا مع ريتشي الام ديال رين. وانا روشيل غادي تقول الام ديال صاحبتها بلي رين كتخرج تلاقى الاب ديالها من مورا ظهرهم، وكانت باغا دير ليها مشكله باش تنتقم منها، وهادشي من بعد داك الهضره اللي خرجتها في الام ديالها اللي ماتت. انا ريتشل غادي تعصب وغادي تمشي دابز مع بنتها، ورين غادي تبرر ليها الموقف ديالها وقالت ليها بلي الاب ديالي تبدل وخاصني نعطيه فرصه، ولكن الام ديالها غادي ترفض، وكانت شايفه بلي راجلها هو السبب في هاد المشاكل كامله اللي كيعيشوا فيها. داكشي علاش خاصهم يبعدوا عليه ويركزوا في المستقبل ديالهم. وبقات كتهدد بنتها باش الا ما بعداتش منه غادي تبلغ الشرطه بريك وغادي يشدوه في الحبس عاوتاني، وهادشي حيتاش قانونيا ممنوع يطلق بنته. هنا رين غادي تقلق، داكشي علاش صيفطات ميساج لروشيل وطلبت منها السماح على داكشي اللي وقع. ولكن الغريب في الامر هو ان الميساج غادي يوصل مبدل روشيل، وفعاط ما يوصلها الميساج الحقيقي اللي كانت كتطلب منها السماحه غادي يوصل واحد الميساج بحال الا كتسبها وكتعايرها. ولا غد ليرين غادي يوصلها واحد الميساج من عند روشيل وعدات عليها باش يتلاقاو في الحفله ديال بيكي باش يهضروا، ونفس الميساج غادي يوصل حتى روشيل في نفس الوقت بحال الا شي واحد باغي يلاقيهم في داك الحفله. ولا غد لي روشيل غادي تبقى كتوجد حوايجها باش تمشي لداك الحفله، وغادي تطمن خوتها بلي هي ما غاديش تعطل عليهم، واكدت عليهم باش ما يفتحوا الباب لتا شي واحد. من بعد روشيل غادي توصل الحفله قبل من رين، وغادي تمشي وغادي تسلم على بيكي وغادي تسولها واش كتعرفي التطبيق ديال الورده الحمراء، واش انت اللي صيفطتيه ليا، وهادشي حيتاش تصيفط من النمره ديالها. ولكن بيكي غادي تستغرب وقالت لها اش من ابليكاسيون واش من ورده حمراء، انا ما صيفط لك والو. فهاد اللحظه روشيل غادي يبقاو كيوصلوها رسائل من داك التطبيق، وغادي يطلب منها باش تمشي تبوس نوا وسط الحفله، ولكن روشيل غادي ترفض وغادي تجاهل هذا الميساج. وانا التطبيق غادي يبقى كيهددها وغادي يعرض واحد الفيديو ديالها في الشاشه الكبيره ملي كانت كتمشي تاخذ المعاونه هي والاب ديالها. وانا التطبيق غادي يصيفط لها ميساج وغادي يطمنها وقال لي هذا الفيديو راه بوحدك اللي شفتيه، وغادي امرها باش تمشي تبوس نوا اولا كلشي غادي يشوفوا في التلفازه. وانا روشيل غادي تضطر باش توافق بالزربه قبل ما يبارطاجي الفيديو. فهاد الوقيته رين غادي توصل للحفله ومع دخلات غادي تشوفهم واقفين مع بعضياتهم، وغادي تنهار ملي غادي تشوف صاحبتها كتبوسو، اما نوا غادي تكون غير واقف ومصدوم وما فاهم حتى شي حاجه، كلشي شاح على غفله. وبالليل روشيل غادي تكون غادا للدار، شويه غادي توصل واحد التصويره من تطبيق لخوتها الصغار وغادي تشوفهم جالسين حدا الام ديالها. انا روشيل غادي تخاف عليهم وغادي تمشي كتجري للدار، وتما غادي تلقى الضو مقطوع وخوتها خايفين ومخبيين في البلاكار، وعلى غفله غادي تسمع واحد الصوت جاي من الغرفه ديال النوم. وانا غادي تخلي خوتها لتحت وغادي تشعل البيل وغادي تطلع باش تكتشف شنو كاين، وتما غادي تكتشف لي البيسي خدم غير بوحدو وشعل واحد الفيديو قديم ديال الام ديالها. وعلى غفله الكاميرا ديال التليفون غادي تفتح راسها وغادي تشوف روشيل الام ديالها وهي واقفه قبالتها وما كتحركش، وعلى غفله غادي تخبر بالزربه، وبسبب هادشي اللي وقع غادي تخاف على خوتها. داكشي علاش قررت باش تديهم ينعسوا معاها في نفس الغرفه. وبالليل قررت باش تمسح داك لابليكاسيون من التليفون ديالها حيت هادشي ولا كيخلع. ولا غد لي غادي تجلس تهضر مع الاب ديالها وسولاتو واش كتامن بالوجود ديال الاشباح والجنون. انا فيني غادي يجاوبها وقال لي بلي انا كاع ما كنامن بهاد الخزعبيلات، ولكن مراتي غلوريا كانت مؤمنه بهادشي وكتسيقهم. وانا روشيل غادي تستغل الفرصه وغادي تسول علاش الام ديالها انتحرات. وانا فيني غادي يقول لها بلي الشخصيه ديال الام ديالها كانت معقده وكانت كتعاني من بزاف ديال المشاكل النفسيه، وغادي يبان بلي هاد الموضوع مأثر حتى على روشيل وتا هي ما قاداش تجاوز المرحله ديال الوفاه ديال الام ديالها، وغير غادي يمشي الاب ديالها باش يمشي لخدمته. التطبيق غادي تانستالا مره اخرى في التليفون بوحدو وغادي يصيفط ميساج لروشيل وقال لها بلي شي واحد باغي يهضر معاك. وانا غادي تفاجئ ملي غادي تصدم بلي هاد الشخص هو الام ديالها، وغادي تقول غلوريا لبنتها بلي رجعت للحياه مره اخرى على قبلها، وهادشي باش تكون في جنبها، وقالت لها بلي هي اللي جات ليها السبر ديالو والفستان باش مشات للحفله. فهاد الوقيته رين غادي تكون حزينه بسبب داكشي اللي وقع ما بين صاحبتها والصديق ديالها نوح، وكتشوف بلي روشيل خانتها وسرقات منها خطيبها. وانا رين غادي تبقى كتهضر مع الام ديالها في هاد الموضوع وكتمستغرب علاش روشيل دارت فيها هادشي، ياك هما كانوا اصدقاء الروح بالروح ملي كانوا صغار. ولا غد ليه روشيل غادي تمشي باش توصل خوتها للمدرسه، وتما غادي تلاقى انطوني اللي كان هو غادي لتما، وفي الطريق غادي يسولها علاش ما كتجاوبوش على لي ميساج ديالو. انا روشيل غادي تجاوبو وهي معصبه
تصاوبها وقالت له واش منيتك انا اللي كنت كنحاول نتصل بك وانت ما كنتيش كتجاوبني. وانا بزوج بهم غادي يستغربوا ملي ما لقاو لا لي زابيل ولا ميساجات في تليفوناتهم. وانا روشيل غادي تطمنوا بلي غادي تصلح الغلطه ديالها وغادي تمشي وغادي تسمح فيه. من بعد غادي تكتب واحد البريه الصديقه ديالها رين وغادي توصلها للدار. وفي هذا النهار رين غادي تفاجئ ملي غادي تلقى الصديق ديال الام ديالها الجديد وغادي نعرفوا بلي سميتو سيمون. في الاول غادي تكون خايفه اللي ياخذ منها الام ديالها ولكن ملي طمنات ملي عرفات بالخاله ديالها بلي هو شخص ظريف غادي تفرح. من بعد غادي تلقى البريه ديال روشيل وكانت كاتبه ليها فيه بلي كتمر من واحد المشكله كبيره في حياتها وطلبات من رين باش تمشي عندها للدار. انا رين غادي تخلع عليها وقرات باش تمشي وتطمن عليها وبالليل غادي يخرجوا بزوج بهم مع بعضياتهم باش يهضروا. وانا روشي غادي تبقى كتعاود ليها على داك التطبيق اللي بان في التليفون ديالها على غفله وقداش هو اثر عليها وعلى حياتها. وباش تاكد ليها الهضره ديالها غادي تفتح الابليكاسيون باش توريه ليها ولكن المفاجاه هي ملي غادي تلقى الابليكاسيون تمسحات من التليفون. وهادشي اللي غادي يخلي رين تخاف عليها وكتسحب ليها بلي روشيل كتعاني من التهيؤات. وانا روشيل غادي تقلق ملي غادي تحس بلي حتى شي واحد ما متيقها وغادي تبقى كدابز هي ورين بلا ما تقصد. وفي الاخر ما غادي يوصلوا حتى شي حل وكل وحده فيهم غادي تمشي للدار وهي مقلقه. من بعد غادي تفاجئ روشيل ملي غادي تلقى المدابزه ديالها مع رين مصوره وشي واحد بارطاجاها في الصفحه ديالها الشخصيه. وانا غادي تستنتج بلي لابليكاسيون هو اللي صورهم وبارطاجا الفيديو. داكشي علاش غادي تفتح لابليكاسيون باش تاكد وبالفعل غادي ياكد ليها المعلومه وغادي يقول لها بلي هو اللي دار هادشي باش يخسرها الاصدقاء ديالها. ولا غد ليه فيني غادي يقرر باش يدي بناتو ثلاثه لعند اختو باش يساريهم ولكن روشيل غادي ترفض وما بغاتش تمشي معاهم ودارت السبب اللي عندها بزاف ديال الحوايج خاصها تقضيهم. من بعد روشيل غادي تمشي للقبر ديال الام ديالها وغادي تبقى كتهضر معاها وهي متاثره وغادي تسولها واش انت بالفعل كتشوفيني ولا التطبيق هو اللي كيشوفني وكيدير هذا الشيء. انا التطبيق غادي يجاوبها وغادي يقول لها بلي عنده القدره يبان في الصوره ديال اي شخص. داكشي علاش روشيل قررت باش تمشي للكنيسه وتما غادي تفتح واحد الفيديو وغادي تعلم منه الطقوس ديال طرد الارواح الشريره. وهذا الشيء حيت كانت كتشوف بلي هذا هو التفسير المنطقي ديال داكشي اللي كتعيش فيه وكتيصحاب ليها بلي شي روح شريره هي اللي تبعاها. وبالفعل الابليكاسيون غادي تاثر بداك الطقوس اللي كدير ومباشره غادي تمسح غير بوحدو من التليفون. واخيرا روشيل غادي تفرح وغادي يسحب ليها بلي حياتها غادي ترجع طبيعيه كيف ما كانت النوبه الاولى. وبالليل غادي تدخل الحمام باش تدوش وعلى غفله غادي تسمع واحد الصوت غريب جاي من برا. ومن بعد غادي تطفى الشاشه وما غاديش نعرفوا شنو اللي وقع ليها. في هاد اللحظه الاصدقاء ديالها غادي يكونوا بجموعين وكيهضروا في داكشي اللي وقع وكيجمعوا داك الحوايج اللي لاحظوها غريبه في الحياه ديال صاحبتهم روشيل والهضره اللي كانت كتقولها على داك التطبيق. داكشي علاش غادي يفكروا وغادي يعرفوا بلي هي في خطر ومباشره غادي يمشيو كيجريو عندها للدار باش يطمنوا عليها وغادي يبقاو كيدقوا عليها في الباب ولكن حتى شي واحد ما غادي يفتح. في هاد الوقيته غادي تبارطاجا واحد التصويره في الحساب الشخصي ديال روشيل ومكتوب فيها واحد ستاتي بلي هي ولات وحيده وما عندهاش الاصدقاء. وانا الاصدقاء ديالها غادي يتقلقوا وكل واحد فيهم غادي يمشي للدار. ولا غدلي غادي يرجع الاب ديالها وغادي تصدم ملي غادي يلقى بنته روشيل ميته وكانت لابسه حوايجها وهي غارقه في البانيو. وفي الكناسه كلشي غادي يتصدم حتى الاصدقاء ديالها ما استوعبوا حتى شي حاجه خصوصا رين بقات كتقول بصوت عالي بلي صاحبتها روشيل ماشي هي اللي قتلات راسها. ومن بعد الكناسه الاصدقاء ديالها غادي يبقاو جالسين كيهضروا مع بعضياتهم وغادي يكونوا حاسين بالدرب من جهه صاحبتهم حيت ما قدروش يعاونوها. وهذا الشيء حيت حاولت تعاود لهم بزاف ديال المرات على داك التطبيق وحتى شي واحد ما تيقها. بعد الوقيته رين غادي يوصلها واحد الميساج من الرقم ديال روشيل وغادي تكون مسيطه ليها التطبيق ديال الورده الحمراء. وبالرغم من الخطوره ديال هذا الموضوع قررت رين باش تغامر وتانستالي باش تفهم داكشي اللي وقع لصاحبتها. من بعد رين غادي تمشي للدار وخطيبها غادي يقرر باش يبات معها حيت عارف بلي داك التطبيق خطير وغادي يجي الوقت اللي خاص رين تتمنى واحد الامنيات والتطبيق يحققهم ليها. وانا غادي تتمنى انها تهضر مع روشيل وبالفعل غادي يبان واحد الفيديو لروشيل وغادي تبقى كتجاوبها. وانا رين غادي تخلع وغادي تفتح التليفون وانا هو غادي ينصحها باش تمسح داك لابليكاسيون حيت خطير عليهم ولكن هي غادي ترفض. وعلى غفله غادي تشوف التصوير ديال الامنيه اللي كتبتها في المرايه تحطات في الصفحه الرسميه ديالها وغادي يبداو الاصدقاء ديالها كيسبوها. وهادشي حيت كان تيسحب لهم اللي هي كاع متاثره بالموت ديال صاحبتها وكيهمها غير تلفت الانتباه ديال الاصدقاء ديالها. ولا غد ليه الاصدقاء بخمسه بهم غادي يقرروا باش يمشيو للدار ديال فيني وهادشي باش يجلسوا معاه شويه ويواسيوه من بعد ما ماتت بنته. وغادي يبان باللي فيني متاثر بداكشي اللي وقع وخايف على بناته بزوج بهم الصغار. وكان سيرين على عين تقول ليه الموضوع ديال داك لابليكاسيون ولكن انطوني غادي يزرب عليها وغادي يبدل الموضوع. وهادشي حيت لحد الان كانوا مازال ما متاكدين من حتى شي حاجه. وملي كانوا غادي للدار غادي تفاجئ رين ملي غادي تلقى واحد المنشور في لابليكاسيون وشي واحد بارطاجا تصويره ديال نواب اللي كان بايت معاها في الدار وشي واحد باغي يشوههم. داكشي علاش الاختين جينا بقاو كيتنمروا عليها وكيتهموها بلي هي انانيه. وفي الوقيته اللي كان كلشي حزين على الصديقه ديالها اللي ماتت هي كانت مدوزه الليله مع خطيبها. ولا غد ليه رين غادي تاخذ الاخوات ديال صاحبتها ريتشل وغادي تخرجهم وغادي تستغل الفرصه وغادي تسولهم على اختهم روشيل وقالت لهم كيفاش كانوا التصرفات ديالها في اخر فتره. انا وحده من البنات غادي تقول ليها بلي كانت مبدله وعصبيه وكانوا كيوقعوا عليها بزاف ديال الحوايج غراب. وفي الوقيته اللي كانوا كيهضروا غادي يوصل ليها واحد الميساج من التطبيق وغير البنات غادي يسمعوا الصوت ديال هذا البرنامج غادي يتخلعوا. وهذا الشيء حيت كان نفس لابليكاسيون اللي كانت
تستخدم الاخت ديالها قبل ما تموت. وبالليل غادي يوصل واحد الميساج رين من داك لابليكاسيون وغادي يعرض عليها باش تهضر مع روشيل، ولكن بشرط تمشي دابا حدا قبرها. وانا رين غادي تمشي بالزربه للقبر وغادي تنهار ملي غادي تسمع الصوت ديال روشيل خارج من القبر ديالها. ولا غدي غادي ينزل واحد الفيديو رين في لاباج ديالها وغادي يشوفوها الاصدقاء ديالها وهي في القبور. داكشي علاش غادي يبقاو كيسبوها مره اخرى، وكانت تيسحب لهم بلي هي باغا غير تستعطفهم وتلفت الانتباه ديالهم وتمثل باللي بقات فيها صاحبتها. وانا هو غادي يقرر باش يمشي لعند الاختين جين وطلب منهم باش يبعدوا على رين وما يتنمروش عليها، وهذا الشيء حيت هي اكثر وحده حزينه على الموت ديال صاحبتها روشيل. في نفس الوقت رين غادي توصل لذاك القهوه وكان جايه خصيصا باش تدافع على راسها وتشرح لهم بلي ما عندها حتى شي علاقه بداكشي اللي كيوقع، ولكن من بعد غادي يدابزوا مع بعضياتهم. وانا رين غادي تضربهم وغادي تمشي. وفي الوقت اللي كان هو كيحاول يفرقهم غادي تجي فيه واحد الكروشي بالغلط، وانا غادي يضطر باش يمشي ويسمح فيهم. من بعد 4 بهم غادي يتجمعوا وغادي يبقى كيقول لهم تاز بلي بدا كيجمع بزاف ديال المعلومات، ولكن ما لقى حتى شي معلومه على هذا التطبيق من غير واحد المعلومه سريه، هو ان هذا التطبيق كانت كتستعملو واحد البنت سميتها اليسا وكانت كتنشر شي حوايج غراب في الباج ديالها بحال روشيل، وفي النهايه قتلات راسها وتا شي واحد ما عرف السبب. في هذا الوقت رين غادي يوصلها واحد الميساج من واحد النمره مجهوله وغادي يامرها باش لغدا يتلاقى مع 12 في هذه اللوكاليزاسيون، وهذا الشيء الا كانت باغا مازال تبقى عايشه. وانا رين غادي تقرر باش تخدع داك التطبيق، وهذا الشيء حيت استنتجت بلي داك التطبيق تيتجسس عليها من خلال الكاميرا، وفين ما كيعرف بلي هي جالسه غير بوحدها كيصيفط ليها ميساج. داك الشيء علاش خلات الاصدقاء ديالها يتخباو في الغرفه حتى يهضر مع هذا التطبيق، وبالفعل غادي يوصلوها بزاف ديال الميساج بالصوت ديال روشيل. وانا الاصدقاء ديالها غادي يتاكدوا بلي هي كاع ما كتكذب وبلي التطبيق هو اللي كيدير هاد الكوارث. من بعد غادي ترجع بين الاحداث لعام 2013. في هذا الوقت غلوريا كانت حامله بنتها روشيل. واحد النهار غلوريا كانت خدامه في واحد المطعم وكانت خدامه مع واحد البنت، وغادي نعرفوا بلي هي ريتشل الام ديال رين، وغادي تعرف بلي وحده فيهم كانت عندها اللعبه ديال الويجا، وداك البنت كانت هي الام ديال اشلي في المستقبل. داكشي علاش غلوريا طلبات منها باش تلعب معاهم، وهنا كلهم غادي يدوروا من مور داك اللعبه وغادي يبقاو كيلعبوا، وغادي يعرفوا بلي داك اللعبه الهدف منها التواصل مع الارواح والموتى. وهنا غلوريا طلبات باش انها تواصل مع الروح ديال جدها توم، وغادي تسولو واش هو نادم على داكشي اللي دار ملي كان حي ولا لا، وعلى خفله غادي يبقاو الكراسه كيتهرسوا. وهنا كلهم غادي يخافوا وغادي يجريو، واخا مولات اللعبه قالت لهم ما تهربوش، هاد اللعبه راه خطيره وخاصهم يساليو الطقوس كيف ما بداوها، ولكن حتى شي واحد ما غادي يسمع ليها وكلهم غادي يهربوا. وهنا غادي يبقاو كنفهموا شويه بشويه منين جاي هاد التطبيق. في المستقبل الاصدقاء 4 بهم غادي يشدوا الطوبيس وغادي يمشيو للميعاد ديال صاحبتهم، وهذا الشيء باش يشوفوا شكون هو هاد الشخص المجهول اللي صيفط ليها ميساج. وملي غادي يوصلوا غادي يكتشفوا باللي داك البنت اللي صيفطات لهم الميساج هي جاي صاحبتهم، وقالت لهم بلي سمعتهم اللي كانوا كيهضروا على التطبيق ديال الورده الحمراء، وغادي يبان بلي هي كتعرف شي حاجه على التطبيق وباغا تعاونهم. وانا رين غادي تفتح التليفون باش توريها لابليكاسيون، وكانت متاكده بلي هو غادي تمسح كيف ما ديما، ولكن المفاجاه ملي غادي تلقى لابليكاسيون مازالهم انستاليه عادي، وغادي يقدروا صحابها باش يشوفوه كاملين. في هذا الوقت الكاميرا غادي تفتح غير بوحدها وغادي يشوفوا روشيل وهي واقفه قبالتهم، وغادي تبقى كتحرك في طريقها للانفاق. وانا رين غادي يصحاب ليها بلي باغا توصل ليها شي رساله، داكشي علاش غادي تقرر باش تتبعها، وغادي تبقى رين غادا حتى غادي تلقى راسها قبالة القطار وكان على عين يدوز فيها ويقتلها، ولكن صحابها غادي يعتقوها في اخر لحظه وغادي يشدوها. وانا رين غادي تستنتج باللي التطبيق كان باغي يصفيها ليها، داكشي علاش غادي تخاف وغادي تاخذهم جاي للبلاصه اللي خدامه فيها، وغادي نكتشفوا اللي هي كتموت على البرمجه وكتعرف بزاف ديال الناس خدامين في هذا المجال. وانا جاي غادي تعاودهم على واحد الصديق خدام معاها سميتو جيكوب، وقالت لهم بلي الشخصيه ديالو تبدلات في اخر فتره، ومن بعد صفاها لراسو وكانت شاكه بلي تا هو اصلا داك التطبيق ديال الورده الحمراء. داكشي علاش طلبات منهم باش تلاقاهم وتعرف بزاف ديال المعلومات على هاد لابليكاسيون، وطلبات من رين باش تعطيها التليفون ديالها باش تشوف شنو كاين. انا غادي تكتشف بلي داك التطبيق خطير بزاف وكيتجسس على كاع داكشي اللي كاين في التليفون. من بعد قررت باش تديهم للدار ديال جيك، وتما غادي يكتبوا على الام ديالو وغادي يمثلوا عليها بلي هما الاصدقاء ديالو، وقالوا ليها بلي هما متعاطفين معاها وجايين باش يواسيوها. وانا جوي غادي تمشي ورين غادي تتبعها، وداروا راسهم بلي غادي يمشيو للحمام، ولكن مباشر غادي يدخلوا للغرفه ديال جيكوب وغادي يبقاو كيفتشوها. وانا جاي غادي تلقى واحد المذكره مخفيه في واحد الكتاب، وغادي تعرف بلي جيكوب ما كانش غير شخص كيخدم داك لابليكاسيون ديال الورده الحمراء، لا كان هو اللي برمجو اصلا واخترعو. وغادي يلقاو الجهاز الشخصي ديال جيكوب ولكن غادي يكون خاسر، وغادي يلقاو التصويره ديال اليسا اللي كانت ضحيه ديال داك التطبيق. وفي الوقت اللي كانوا واقفين مصدومين غادي يوصل الاب ديال جيكوب للدار وغادي يشوفهم هما كيقلبوا في الغرفه ديال ولده، وغادي يبان بلي حتى هو كان شاك في السلوك ديال ولده مؤخرا وكان حاس بلي هو كيدير شي حاجه غلطه. داكشي علاش غادي يوافق باش انهم ياخذوا داك المذكره ملي عرفهم بلي كيقلبوا في الماضي ديالو، وقال لهم ربما تفيدوا بها شي شخص واحد اخر. وملي كانوا خارجين غادي تهضر معاهم الام ديال جيكوب وكانت عارفاهم بلي هما ماشي الاصدقاء ديالو، واخا هكاك غادي تشكرهم حيت جاو باش يجلسوا معاها ويواسيوها. وغير غادي يخرجوا بسببهم من الدار رين غادي يوصلها واحد الميساج من داك لابليكاسيون وقال ليها بلي حتى جيكوب ما غاديش يقدر يعاونها. في هذا الوقت رين غادي تبدا كتحس بالخوف على حياتها وغادي تفكر انها تمسح داك لابليكاسيون ولا تفورماتي التليفون بمره، ولكن صحابها غادي يمنعوها. وانا جاي غادي توعدها بلي ما غاديش تسمح فيها حتى تلقى الحقيقه ديال هاد لابليكاسيون. في هذا الوقت رين غادي يوصل واحد الميساج من بنته وكتب صيفطها له واحد الفيديو وهي كتضرب الاصدقاء ديالها، وبزاف ديال لي كومونتير كاتبين عليها بلي هي بنت همجيه ومتوحشه وكتشبه الاب ديالها. داكشي علاش الام ديالها طلبات منه باش يجي عندها للدار ويشرح ليها هادشي اللي واقع. وملي مشى لعندها غادي يلقى ريتشل في الدار وغادي يبان بلي هي كتكرهه بزاف بسبب المشاكل اللي
يدوز عليها شحال هادي. داكشي علاش غادي ترفض وما بغاتش تدخلو، وغادي نعرفوا بلي ريك شخص عصبي بزاف. داكشي علاش واحد النهار تعصب وصفاها لواحد جارو بلا ما يقصد. داكشي علاش ملي خرج من الحبس الام ديالها كانت خايفه على بنتها وكانت كتمنعها باش ما تلاقاش. فهاد الوقيته سايمون الصديق ديال ريتشل الجديد غادي يوصل وغادي يكون جاي باش يتغدى معاها، وملي غادي يشوف راجلها القديم غادي يبقى كيدابز معاه. وانا رين غادي توصل وغادي تشوف الاب ديالها هو كيضرب سايمون، وانا غادي تبقى كتغوت وما عجبهاش التصرف ديالو وكتقول انت كاع ما تبدلتي. وانا سايمون غادي يتقلق من داكشي اللي وقع وغادي يمشي. اما ريك غادي يحس بالاحراج وغادي يقرر باش تمشي حتى هو ويطلب منها السماحه. وانا ريتشل غادي تبقى كدابز مع بنتها حيت هي السبب باش خلات الاب ديالها يدخل لحياتهم مره اخرى، وبقات كتغوت عليها وقالت لها علاش طلبتي منه باش يجي عندنا للدار وما بغاتش تخليها تدخل. وانا رين غادي تفهم بلي لابليكاسيون هو اللي صيفط ليه داك الميساج هو اللي طلب منه باش يجي عندها للدار. داكشي علاش غادي تعصب وغادي ترمي مع الزبل. وبالليل غادي تمشي لعند نوا وقررت باش تجلس معاه حتى تسالى هاد المشكله. وهاد الوقيته الجايه غادي تفاجئ بواحد الاتصال من رقم مجهول وقال لها بلي هو جيكوب، وقال لها بلي هو عارف بلي مشات كتقلب في حوايجو من بعد ما مات. وغادي يصدمها وقال لها شنو ما درتي ما غادي توصلي حتى شي حاجه، وهادشي حيت الوقت ديال رين صافي تسالى وبلي هو ناوي يصفيها ليها. ولا غد لي في الصباح غادي يفيقوا الاصدقاء بخمسه بيهم وغادي يتصدموا ملي غادي يلقاو التليفونات ديالهم كاملين فيهم لابليكاسيون ديال الورده الحمراء وفيه توقيت واحد غادي يتسالى مع 12 ديال الليل. فهاد اللحظه الجايه غادي توصل لعندهم وغادي تعاود لهم داكشي اللي وقع البارح مع جيكوب. وانا غادي يصحاب لهم بلي غاد التوقيت عنده علاقه بالموت ديال صاحبتهم وبلي مع 12 الا ما داروش شي حركه رين غادي تموت. داكشي علاش غادي يخافوا عليها وقرروا باش كلهم يتجمعوا في الدار ديال تاس حيت والديه مسافرين، وهادشي حيت كانوا خايفين على رين من مول داك اللعبه اللي يأذيها. وانا جايه قررت باش تجلس معاهم وتحاول تفك الشفره ديال داك لابليكاسيون وامراتهم باش يرميو التليفونات ديالهم وعطاتهم تليفونات قديمه نوكيا بيل، وهادشي باش لابليكاسيون ما يقدرش يراقبهم. من بعد شويه غادي يكتشفوا بلي ما عندهمش الماكله في داك الدار. داكشي علاش قرروا باش يمشيو بالزربه للسوبر ماركت يشريو الماكله ويرجعوا. وبالصدفه رين غادي تشوف سايمون الصديق ديال الام ديالها تما وغادي يكون خايف عليها بسبب المشكله اللي وقعت مع الام ديالها. وانا غادي تطمنوا قالت بلي غادي تبات مع الاصدقاء ديالها في الدار ديال تاز حتى تصلح العلاقه ديالها مع الام ديالها. من بعد ثلاثه بهم غادي يرجعوا للدار ديال تاز، ومن بعد مده غادي يجيو الاصدقاء ديالهم من المدرسه وغادي يدقوا عليهم الباب. وهادشي من بعد ما شافوا واحد ستوري حطها تاز في لاباج ديالو وكان عارض عليهم كاملين لواحد الحفله. هنا الاصدقاء بزاف بهم كانوا خايفين لا يدخلوهم، ولكن الاصدقاء ما غادي يعطيوهم حتى شي فرصه وغادي يدخلوا كاملين، وحيت العدد ديالهم كان كبير حتى شي واحد ما قدر يمنعهم. داكشي علاش غادي يفكروا في واحد الحيله وغادي يخبوا رين في واحد الغرفه وغادي يجلسوا حداها جاي باش تحاول تفك الشفره ديال داك التطبيق. اما هو غادي يكون خايف على خطيبته رين. داكشي علاش قرر باش يبقى واقف قبال الباب ديال داك الغرفه وهادشي باش ما يخلي حتى شي واحد يدخل عندهم. فهاد الوقيته رين غادي يكون بدا كيخاف على بنته، وهادشي حيت حاول يتصل بها اكثر من مره وحتى شي واحد ما كيجاوبو. داكشي علاش غادي يمشي باش يتلاقى ريتشل، غادي تكون جالسه مع الام ديال نوا وغادي يسولهم فين مشات بنته، راه خايف عليها بزاف وما كتجاوبوش في التليفون. وهادشي حيت مؤخرا عاودات له على واحد لابليكاسيون في التليفون ديالها، ولكن ريتشل ما كانش باغا تقول له فين هي. وانا الام ديال نوا غادي تعاطف معاه وغادي تقول له فين مشات، وحيت ريتشل كانت خايفه على بنتها غادي تقرر باش تمشي معاه. وفي الدار ديال تاز الضو غادي تقطع على غفله وغادي يخدم واحد الفيديو في التلفازه وغادي يشوفوا روشيل وهي كتغوت. من بعد رين غادي تنزل من الغرفه ديالها باش تفهم شنو واقع، وانا كاع الاصدقاء غادي يخافوا وغادي يبقاو كيتهموا رين بلي هي اللي وصلت روشيل لهاد المرحله. وانا رين غادي تحاول باش تبعد عليهم، ولكن الدار كانت عامره بزاف. داكشي علاش قررت باش تخرج لبرا وتشم الهواء. فهاد الوقيته سايمون غادي يكون دايز محدا الدار وغادي يطلب من رين باش تركب معاه، وهادشي حيت وهمها بلي غادي يمشي يتلاقى الام ديالها. وانا مباشره غادي تركب معاه وغادي تصيفط ميساج الجايه وقالت ليها بلي راه مشات مع سيمون وبلي غادي المحل ديال المخبوزات باش يتلاقاو الام ديالها وخالتها. فهاد الوقيته غادي تعرف جايه بلي التطبيق ديال الورده الحمراء فيه واحد الثغره وبلي شي واحد باغي يعدلو وبلي ماشي هذه النسخه اللي صوبها جيكوب. وانا الاصدقاء ديال رين غادي يلاحظوا الاختفاء ديالها، وملي شافوا الميساج غادي يعرفوا بلي سايمون هو اللي جداها. وانا غادي يصيفطوا كاع الاصدقاء ديالهم غادي يخرجوهم من الدار وغادي يقرروا باش يمشيو يطمنوا عليها. وفي الوقيته اللي كانوا خارجين غادي يلقاو ريك وريتشل وصلوا عندهم للدار. وانا جايه غادي تستنتج بلي سايمون عنده شي علاقه بداك التطبيق، وهادشي حيت جا حتى لعندهم وخدا رين وقال لها بلي غادي يديها لعند الام ديالها والام ديالها قبالتهم دابا. هادشي كيعني بلي الصديقه ديالهم في خطر. داكشي علاش غادي يمشيو كيجريو باش يتبعوهم. وهاد الوقيته رين غادي تكون وصلت للمخبزه ديال خالتها وغير دخلت وما لقاش الام ديالها غادي تبدا كتحس بالرعب. شويه غادي يوصلها واحد الميساج من عند جايه وقالت لها بلي سايمون هو مول داك التطبيق. فهاد الوقيته رين غادي تصدم ملي لقات سايمون واقف من موراها وغادي تخاف وغادي تبقى كتجري وهاربه منه، وسايمون غادي يبقى كيجري وتابعها حتى غادي يوصلوا للطابق الثالث وغادي يكون سايمون على عيني يشدها ويصفيها ليها، ولكن هو غادي يوصل في اخر لحظه وغادي يحاول باش يمنعو. وعلى غفله سايمون غادي يطلب منهم السماحه ولكن ما شرح لهم والو، ومن بعد غادي يرمي راسو من الطابق الثالث وغادي يموت. من بعد غادي نشوفوا واحد الشخص مجهول جالس من مور الشاشه وكان مراقب كل شيء بعينيه، وغادي يبان بلي هو اللي كيتحكم في داك التطبيق ولكن حتى شي واحد ما عارف الشخصيه ديالو. من بعد غادي يدوز 6 ديال الاسابيع وغادي يشوفوا الاصدقاء جالسين حدا الواد وكيهضروا في داكشي اللي
صدق عليهم من قبل. وغادي نعرفوا بلي البوليس ما تيقاتش الموضوع ديال التطبيق، وقالوا بلي واخا يكون شي خطر عليهم راه تسالى بالموت ديال سايمون، وهكا تسد الدوسي. وما قدروش يعرفوا شنو العلاقه ما بين جيكوب وسايمون. من بعد رين غادي تسمح فيهم وغادي تمشي تلقى الوالد ديالها، وغادي يبان بلي هو نادم على الماضي ديالو. داكشي علاش غادي ينصحها باش ما تكونش عصبيه بحالو، وهادشي باش ما تخسرش الاصدقاء ديالها. ولا غد ليه غادي يوصلوهم النتائج، وغادي يمشيو بالسابيهم باش يشوفوا راسهم واش نجحوا ولا غادي يعاودوا العام. وكلهم غادي يكونوا فرحانين حيت جاوهم الوالع، وكانوا متحمسين باش يقراو العام الجاي في لافاك. فهاد الفتره الجايه غادي تكون قربات منهم، وغادي يعتبروها الصديقه ديالهم الجديده. شويه غادي يتفاجئوا بفيني، وغادي نشوفوا غادي باش يشوف النتائج ديال روشيل، وغادي يتاثر ملي شافها باللي نجحات والدرجات ديالها عاليه. وانا غادي يحاولوا باش يواسيو على الموت ديالها. من بعد كل واحد فيهم غادي يرجع للدار باش يبلغ الاسر ديالو بالنتائج اللي جاب. وانا رين غادي تستغرب ملي شافت الاب ديالها في الدار، وغادي تستغرب اكثر ملي شافت الام ديالها وافقات باش تدخلو. وانا غادي تسحب ليها باللي وافقات باش تسمح ليه، ومن بعد غادي تسمح فيهم وغادي تطلع للغرفه ديالها. وانا ريتشل غادي تبقى كتهضر مع ريكوب، وكانت مقلقه حيت سمحات لسيمون يدخل لحياتها، وهادشي حيت كان باغي يادي بنتها. وقالت للريك باللي بالليل غادي تعرض لها الاصدقاء ديال بنتهم باش يديروا ليها حفله، وطلبت منه باش يكون حاضر. وغادي يبان باللي ريك خايف لا يضيع عليهم حياتهم مره اخرى، ولكن ملي غادي يشوفها مصره غادي يوافق باش يجي لعندهم. اما انطوني غادي يمشي باش يفرح الام ديالو بالنتيجه ديالو، ولكن هي كيف ما ديما غادي تكون شاربه وكاع ما مركزه معاه، لدرجه انها غادي تنعس ملي كانت يهضر معاها، وما غاديش تهتم حتى انها تبارك ليه. وانا انطوني غادي يتقلق وغادي يحس بالوحدانيه. داكشي علاش غادي يقرر باش يمشي لعند الام ديال جيكوب، وهادشي باش يشارك معها الفرحه ديالو. وغادي يبان بلي هو تعلق بها من اخر مره زارها. وانا غادي تستقبلو وهي فرحانه وسولاتو شنو باغي دير في المستقبل، وغادي يبقى انطوني كيعاود ليها على الطموحات ديالو. وانا قررت باش تعطيه الايباد ديال جيكوب، وهادشي باش ينفعو في الكليه اللي غادي يختار. وانا انطوني غادي تصدم اللي غادي يلقى جيكوب مانستالي تطبيق ديال الورده الحمراء بداك اللابتوب. وانا مباشره غادي يمشي لعند جايه وغادي يوريه ليها، وغادي يكتشفوا بلي جيكوب هو اللي اختار هذاك التطبيق. ودار داكشي خصيصا حيت كان تيبغي واحد البنت سميتها اليسا، وكان باغي يرتبط بها، ولكن التطبيق بدا كيتصرف غير بوحده بحال الا شي واحد هو اللي سيطر عليه. وكان داكشي كله مسجل فيديوهات بالصوت والصوره ديال جيكوب ومحطوط في الايباد ديالو. وانا جاي غادي تكتشف بلي هذا ماشي غير تطبيق وصافي، هذا موقع من الديب ويب، وغادي نعرفوا بلي المواقع ديال الديب ويب فيها اي حاجه غير قانونيه وكتخلع. وانا جاي غادي تقدر باش توصل لذاك الموقع، ولكن كان خاصها يوزر نيم وباسورد. وانا انطوني غادي تبقى كتفرج في كاع الفيديوهات ديال جيكوب، شويه غادي توصل للرقم السري ديالو. واخا غادي تكتشف بلي هي متراقبه وبلي الموقع قدر يحدد الموقع ديالهم، قررت باش تغامر وتكمل المغامره ديالها. وغادي يتفقوا باش ما يعاودوش هذا السر لتا شي واحد، وخصوصا رين، وهادشي باش ما تخافش على راسها. من بعد الاصدقاء غادي يبقاو كيوجدوا الحفله ديال التخرج ديالهم، وكانوا دايرينها غير الطلبه بلا ما يحضروا الاسر ديالهم. وغادي يبقاو بالسابيهم جالسين مع صحابهم كيشربوا وكيغنيو وفرحانين. وملي غادي يشربوا بزاف وغادي يفقدوا الاحاسيس ديالهم، كان جايه كاع ما واعيه للتصرفات ديالها. داكشي علاش غادي تعاود رين كاع داكشي اللي اكتشفات، وبقات كتقول بلي ملي سمعت الفيديوهات ديال جيكوب بقات كتسمع الكلمه ديال بوستاني. من بعد جايه غادي تحس بالغلطه ديالها، وغادي تقرر باش تمشي للدار وتكمل الخدمه ديالها في اللابتوب. وفوق وقت قليل قدرت تجمع كاع الكلمات اللي كانت سيعاودها جيكوب، واخيرا قدرت توصل لليوزر نيم والباسورد. والمفاجاه هي ان غير فتحت لابليكاسيون غادي تشوف الاصدقاء ديالها كيتصوروا بحال الا هما فشي لايف، وباينه بلي شي واحد مراقبهم. وعلى غفله غادي يجي واحد ميساج من التطبيق ومكتوب ليها بلي ما كانش خاصها تدخل لهذا الموقع، وباللي دبرات عليها. وعلى غفله جايه غادي تصدم لقات الدار ديالها شاعله بالحافيه، وانا غادي تمشي كتجري باش تهرب. وفي وسط الحفله رين غادي تسمح فيهم وغادي تخرج لبرا باش تشم الهواء، وغادي تحس بلي فاقده روشيل. داكشي علاش غادي تحاول تتصل بها وتخايب بلي هي كتهضر معاها، ولكن المفاجاه هي ان روشيل غادي تصيفط لها ميساج وغادي تطمنها وقالت لها بلي راها حداها. هنا رين غادي تخلع وغادي تمشي باش تطلل في جنابها. بعد الوقيته الاصدقاء ديال رين غادي يحسوا بالاختفاء ديالها وغادي يخرجوا للغابه باش يقلبوا عليها، حتى غادي تصدم اشلي ملي غادي تشوف واحد خونا تابعها من اللور، ومباشره غادي يدفعها من مور واحد الحجره وغادي تفقد الوعي. ولا غادي البوليس غادي يبداو كيستجوبوا رين على داكشي اللي وقع البارح. وانا رين غادي تعاود لهم كاع داكشي، قالت لهم اللي كانوا في واحد الحفله كيشربوا، ومن بعد ما خرجات حست بشي واحد دفع اشلي، وبلي هاد الحوادث استمرت من بعد ما شدوا سايمون. وهادشي كيعني بلي حتى سايمون كان ضحيه بحالهم، وهادشي من خلال داكشي اللي استنتجته من الهضره ديال جايا. وقالت ليه بلي جايا اكتشفت بلي جيكوب كان تيقول بوستاني بزاف ديال المرات، ولكن المحقق ما غاديش يديها في هادشي، وغادي يسول على الاب ديالها وغادي يبان بلي هو شاك فيه، وهادشي حيت السلوك ديالو كان اجرامي. وانا رين غادي تقلق وما غاديش يعجبها الحال، وقالت له بلي الاب ديالي بريء وما يقدر يدير حتى شي حاجه للاصدقاء ديالي. وغادي نعرفوا بلي ريتشل هي اخر وحده شافتهم اللي خرجوا يسهروا البارح، ومن تما ما حاول يتصل بتا شي واحد. وملي كانوا خارجين غادي يتلاقاو الاسره ديال جايا، وغادي يكونوا واقفين منهارين، وغادي يكتشفوا بلي جايا ماتت محروقه البارح، والاسره ديالها غادي يحملوا مسؤوليه لرين. من بعد اربعه بهم غادي يمشيو للمستشفى باش يطمنوا على صاحبتهم اشلي، وغادي يشوفوا بلي يديها مهرسه وكانت مازال فاقده الوعي. فهاد الوقيته انطوني غادي يعاود لهم داكشي اللي وقع، وغادي يكون حاس بالذنب، وهادشي حيت كان هو اللي جاب الايباد للجايه باش تقلب فيه، وغادي يعاود لهم على الموقع ديال ديب ويب اللي اكتشفوه. وانا رين غادي تواسيه وقالت بلي هادشي اللي وقع ماشي الغلطه ديالك. ومن بعد غادي تعاود لهم الكلمه ديال البستاني اللي كان تيقولها جيكوب. وفي الوقيته اللي كانوا كيهضروا غادي توصل الممرضه وكان جايبه معها واحد البوكي ديال الورد، وقالت لهم بلي واحد الشخص هو اللي جاب هذا الورد ومشى. والغريبه في الامر هو انه مكون من 5 ديال الوردات حمر، وهنا غادي يستنتجوا بلي هذه رساله من البستاني، وبلي هو كياكد لهم بلي هو اللي دار هادشي. داكشي علاش غادي يقرروا باش يرميو التليفونات ديالهم باش حتى شي واحد ما يوصل الموقع
ديالهم وغادي يرجعوا لنوكيا بيل كيف ما كانوا بالاولى. من بعد غادي يقرروا كاملين باش يمشيو يرتاحوا من بعد هذه المعاناه كامله اللي عاشوها. وبالليل يتلاقاو الا تاز غادي يكون خايف على اشلي وقرر باش يجلس معاه في الطبيب وغادي يبان بلي هو تعلق بها وما باغيش يسمح فيها. اما الاصدقاء ديالو غادي يمشيو مع الاسر ديالهم للدار. فهاد الوقيته الاخ ديال انطوني غادي يكون جالس في البيسي كيلعب وغادي يبان بلي واحد الشخص مجهول كيهضر معاه في داك اللعبه وكيسولو في كاع التفاصيل ديال حياته بحال الا كيتجسس عليه. من بعد انطوني غادي يوصل للغرفه وغادي يعرض عليه باش يلعبوا بزوج ولكن انطوني غادي يرفض وقال له بلي راه عيان وباغي غير ينعس. من بعد غادي يجلس انطوني مع الام ديالو وغادي يبقى كيلومها حيت ديما شاربه وما كتديهاش فيه وقال لها بلي واخا احتاجها في المستشفى ما لقاهاش قبالته. وانا الام ديالو غادي تطلب منه السماحه وقالت له بلي حاولت تبعد على هاد البليه ولكن ما قدراتش ولكن انطوني ما كانش باغي يتيقها وغادي يسمح فيها هو معصب. في هاد اللحظه هو غادي يوصل للدار وغادي يبدل حوايجه وقرر باش يرجع للمستشفى مره اخرى وهذا الشيء باش يقدر يكون حدا اشلي وتاج لا توقع عليهم شي حاجه. واخا الام ديالو كانت خايفه عليه وما بغاتوش يخرج غادي يكون مصمم. وفي الطريق هو غادي يلاحظ بلي واحد الطوموبيل كحله تابعه غير بشويه وانا غادي يخاف وغادي يتم كيجري ولكن واحد الشخص غادي ينزل من الطوموبيل وغادي يرمي عليه واحد الحاجه غادي تخليه يفقد الوعي. ومن بعد ملي ضربته الفيقه غادي يلقى راسو مربوط ومكتف ومرمي في الشارع وغادي تكون واحد البنت قبالته كتقول له فكر شكون انا. في الاول غادي يشك بلي هي البستاني ولكن من بعد غادي يرجع في كلامه وغادي يكون ما مقتنعش بلي البستاني ممكن يكون بنت. وانا البنت غادي تبقى كتضحك وكتقول له حتى البنات ممكن يكونوا متوحشات بحالهم بحال حبيب تورين وهادشي حيتاش عارفها كتغير عليه ممكن تادي اي واحد الا قرب ليه. من بعد غادي تفكن هو باش تشوف شنو غادي يدير واش غادي يقدر يعتق رين ولا لا. اما رين فهاد الوقيته غادي توصل للاسره ديالها وغادي تكون مقلقه على باها وكتفكر باش تمشي تقلب عليه ولكن هادشي غادي تخاف عليها وغادي تمنعها. فهاد الوقيته ريك غادي يصيفط لها واحد الميساج وقال لها بلي الوضع خطير وطلب منها باش تمنع رين باش ما تخرجش. وانا ريتش غادي تخاف وما بغاتش تخليها تخرج ومن بعد شويه غادي تطلع للغرفه ديالها باش تطمن عليها. وانا غادي تصدم ملي لقاتها خرجت من السرجم. فهاد اللحظه الاخ ديال انطوني غادي يفيقو وقال له بلي الشخص اللي كيلعب معاه باغي يهضر معاه. وانا انطوني غير غادي يدير الكاسك وغادي يسمع هضرته غادي يفهم مباشره بلي عنده شي علاقه بداك التطبيق. وانا خونا في الله غادي يهضر مع انطوني وقال له بلي كاع الاصدقاء ديالك غادي يموتوا وبلي باغي يخلي بوحدو عايش باش يتفرج فيهم اللي يكونوا كيموتوا. وانا انطوني غادي امر خوه باش ما يبقاش يلعب هاد اللعبه مره اخرى وقال له تسنى هنايا حتى يمشي للمستشفى ويرجع وطلب منه باش يشد من موراه الباب وما يفتح حتى شي واحد غريب. اما تاز غادي يخلي اشلي جالسه مع الاسره ديالها وهو غادي يخرج باش يجلس على برا وعلى خفله غادي يشوف واحد خونا الشكل ديالو غريب داخل الغرفه ديالها وغادي يبقى كيشوف فيه بحال اللي باغي يقول ليه شي حاجه. وانا تاز غادي يخاف وغادي يمشي مباشره باش يطمن على اشلي ولكن غادي تصدم اللي ما غاديش يلقاها في البغياس. انا ممرضه غادي تصدموا وقالوا بلي جاهم واحد الامر باش يبدلوا ليها الغرفه ولكن لحد الان مازال ما عرفاش فين مشات. وانا تاز غادي يخاف وما كانش عارف كيفاش يتصرف. شويه جايه غادي تتصل بيه وغادي يكتشف بلي هي مازال عايشه وبلي قدرت تهرب من الدار ملي كانت شاعله فيها العافيه ومشات للمقال اللي كانت كتخدم فيه باش تخبى وبقات خدامه على داك لابليكاسيون وكانت اكتشفات بلي بزاف بهم كانوا متراقبين وبلي شايفه اشلي دابا محطوطه في واحد البلاصه مسدوده. داكشي علاش غادي يفكروا مباشره بلي هذيك المشرحه. وانا تاز غادي يمشي مباشره لتما وبالفعل غادي يلقى اشلي محشيه في المشرحه ديال الاموات وغادي يقدر يفيقها في اخر لحظه وغادي يخرجها. من بعد مباشره هو وانطوني غادي يوصلوا للمستشفى وانا جايه غادي يتصل بيهم وغادي يفرحوا ملي غادي يكتشفوا بلي هي مازال عايشه ولكن غادي يلاحظوا بلي رين مازال ما جاتش وانا غادي يخافوا عليها. فهاد الوقيته رين غادي تكون وصلت للدار ديال الاب ديالها وغادي تستغرب ملي لقات الباب محلوله ولكن الاب ديالها ما كاينش لداخل وعلى خفله غادي تخدم ليكرو بالصوص ديال التطبيق. ومن بعد غادي يبان ريك هو محبوس في واحد الغرفه مظلمه ومكتف وجالس في واحد الكرسي وانا رين غادي تنهار وغادي تبقى كضرب ديك التلفازه وهي معصبه. في نفس الوقيته غادي يجي اتصال من التليفون ديال ريك وانا رين غادي تجاوب وغادي يعطيوها واحد العنوان وغادي يقولوا ليها بلي الاب ديالها كيتسناها تما وحيت رين كانت خايفه على الاب ديالها غادي تمشي كتجري. وانا جايه غادي تعرف عن طريق الكاميرات بلي كانوا مراقبين ريك وكانوا بزاف ديال الكاميرات مراقبينه في البلاصه اللي مخطوف فيها دابا. وانا غادي تعرف جايه بلي رين خرجت من الدار ديال باها باش توصل لعندو. داكشي علاش غادي يفهموا بلي هي غادا تعتقو وقالت لهم بلي هي اكتشفت شي حاجه واحده اخرى واللي هي ماشي غير البستاني اللي خطر عليهم. البستاني كيتعامل مع بزاف ديال الناس وحدين اخرين وبلي فهمت بلي هذه مده طويله هما كيراقبوهم وكيتعاملوا معاهم بحال الا هما لعبه وباش يربحوا في هذه اللعبه خاصهم يصفيوها ليهم. وباش نفهموا شنو وقع بالضبط خاصنا نرجعوا للزمن اللور ب 10 شهور. غادي نشوفوا جيكوب اللي كان مازال تيقرا في الليسي وكان معجب بالصديقه ديالو اليسا وكان تيخاف يصارحها بالمشاعر ديالو. داكشي علاش قرر باش يستغل الخبره ديالو في البرمجه وصوب واحد التطبيق باش يهضر معاها من خلاله وغادي يسمي داك التطبيق الورده الحمراء. وواحد النهار غادي ينضموا لداك التطبيق الاصدقاء ديال جيكوب في البرمجه وغادي يبداو يشجعوه ويسولوه بزاف ديال الاسئله وهادشي باش يعرف بزاف ديال الحوايج على الشخصيه ديال اليسا وفي وقت قليل يقدر يعرف بزاف ديال الحوايج على الشخصيه ديالها بحال الهوايات ديالها والاصدقاء ديالها المقربين والكتب اللي كتقراها وفين كتبغي تسافر. وانا الاصدقاء ديالو غادي يشجعوه باش يمشي يهضر معاها مباشره ويعترف ليها بالحب ديالو ولكن اليسا غادي تحرجه وغادي يكتشف بلي هي كاع ما كتبادل معاه نفس المشاعر. وملي غادي يرجع لعند صحابو غادي يبقاو كيضحكوا كيتنمروا عليه. وانا جيكوب غادي يقرر باش يخرج من الشاط ومن بعد مباشره واحد منهم غادي يصيفط ليه ميساج وكان مسمي راسو البستاني وغادي يكون متعاطف مع جيكوب من بعد داكشي اللي وقع ليه وقال له بلي هادشي اللي وقع ما خاصوش ياثر عليك وتخرج من
النشاط وهي كتمسح التطبيق. هذا التطبيق اللي صوبتي راه مميز وغادي يفيدك بزاف ديال الطرق. وطلب من البستاني باش يخليه هو المدير ديال التطبيق وهو غادي يصلح كاع داكشي اللي وقع. وانا جيكوب غادي يوافق وغادي يقبل الانفيتاسيون. ومن بعد فتره قليله غادي يقدر البستاني باش يجيب بزاف ديال الناس لهذا التطبيق وغادي يخليهم يكونوا متفرجين باش يشوفوا شنو اللي غادي يوقع لإليسا. وانا البستاني غادي يقدر يسيطر على العقل ديالها وغادي يوهمها بلي هي كتشوف شي حوايج في جنبها. وانا جيكوب غادي يعرف بلي بداو كيراقبوها في اي بلاصه في دارها. واحد النهار غادي يشوفهم مراقبينها وغادي يحاولوا يخوفوها ويلعبوا بها. وانا جيكوب غادي يحاول باش يوقفهم ولكن ما قدرش يسيطر على لابليكاسيون. وانا غادي يقرر باش يمشي كيجري للدار ديالها باش يمنعها ولكن غادي يوصل معطل وغادي يكتشف بلي هي صافي ماتت. داكشي علاش غادي يرجع للدار هو منهار وكيبكي وغادي يهدد البستاني بلي غادي يبلغ به البوليس. ولكن من بعد مباشره جيكوب غادي يموت في واحد الحادثه وغادي يستنتجوا بلي البستاني هو اللي صفاها ليه. في هذه اللحظه غادي نشوفوا جايه وكتهضر مع الاصدقاء ديالها في التليفون وكتقول لهم كاع داك المعلومات اللي عرفات وبلي سايمون حتى هو كان مجرد ضحيه بحالهم وبلي هما اللي وصلوا لهذه المرحله. وقالت لهم بلي البستاني هو المدير ديال التطبيق اما الباقي غير مجرد ناس كيتفرجوا صافي وكانوا مستمتعين بداكشي اللي كيوقع للضحايا. داكشي علاش هما اللي كيشجعوا البستاني وكيمولوه باش يكمل. وغادي يكتشفوا بلي هاد الناس كتقدر تقتحم اي كاميرا في العالم. في هذه اللحظه هو غادي يمشي باش يقلب على رين. شويه غادي يجي عنده نفس البنت اللي خطفاتو النوبه الاولى وقالت له بلي هي بدلات الراي ديالها وقررت باش تقول ليه العنوان ديال رين. وهذا الشيء حيت كانت معجبه بالحب ديالو ليها ومتحمسه تشوفوا شنو غادي يدير باش يعتقها. وانا هو غادي يمشي باش ياخذ صحابو ويمشيو يعتقوها ومباشره غادي يشدوا الطريق وقرروا باش يدوزوا من الانفاق باش يبعدوا على اي كاميرات ديال المراقبه. في هذه اللحظه الجايه غادي تكون كتواصل معاهم في التليفون ولكن غادي تصدم لي لقات بلي حتى الانفاق فيهم كاميرات وفين ما كتشوف شي واحد تابعهم كتحضرهم. في هاد الوقيته رين غادي توصل للعنوان اللي كان مخطوف فيه الاب ديالها وتما غادي يخدم واحد الفيديو الروشي ملي كانت كتموت وغادي نكتشفوا بلي ماشي هي اللي صفتها لراسها وبلي البستاني هو اللي وصل عندها للدار هو اللي غرقها في الحمام. وانا رين غادي تصدم داكشي اللي شافت وغادي تبقى جالسه غير بوحدها كتبكي. في هاد الوقيته رين غادي يقدر يوصل للسطح ديال المبنى ولكن صحابو غادي يكونوا معطلين ومازال ما وصلوش وغادي تبقى رين غادا في الاتجاه ديال المصدر ديال داك الصوت حتى غادي توصل اخيرا للغرفه فين مخطوف الاب ديالها وتما غادي تشوف البستاني واقف جنبه وغادي يبقى كيهضر مع رين وكيقول ليها تعطلتي من شحال هادي وانا كنتسناك. وغادي تكون ديك البلاصه عامره بالكاميرات وكاع اللي معاه في التطبيق كانوا متحمسين باش يشوفوا شنو غادي يوقع وكيشجعوا باش يصفيها ليها. انا ريك غادي يحاول يقنعها باش تهرب ولكن هي غادي ترفض وغادي يكون هو كيطلع عليهم من الفوق وشايف كل شيء بعينيه. من بعد غادي يتصل بجايا وغادي يامرها باش تمسح التطبيق وهادشي باش البستاني ما يلقى حتى شي واحد اللي يشجع وهكا الانتصار يكون ساهل عليه. وانا جايا غادي تحضروا وقالت له الا مشينا حتى حدفنا هذا التطبيق ما غادي يبقى في يدينا حتى شي دليل نقدموه للبوليس. ولكن هو غادي يكون مقتنع بداكشي اللي تيقول وقال لها ما تخافيش غير مسحيه. وهاد الوقيته البستاني غادي يضرب ريك بالمسرج ليه وغادي تخلع ملي غادي يشوف الكاميرات تقطعات وفي نفس الوقت هو غادي يرمي عليه واحد الحجره من الفوق ومباشره البستاني غادي يطيح في الارض. وانا رين غادي تستغل الفرصه وغادي تشد الحديده وغادي تحاول تهجم عليه ومباشره غادي تصفيها ليه. وهاد اللحظه الاب ديالها غادي يشوف داكشي بعينيه وكان متاثر وغادي يطمنها بلي هي كاع ما غلطات وبلي هادشي هو اللي كان خاصو دير وبلي كانت مضطره باش تدافع على راسها وعليها. ومن بعد غادي ياخذ داك الحديده من يديها باش يمثل قدام البوليس بلي هو اللي صفاها لداك البستاني وغادي امرها باش تخرج من تما بالزربه وهو غادي يحميها. ومن بعد غادي يوصلوا البوليس وغادي يعترف ريك بلي هو اللي صفاها ليه. في هاد الوقيته غادي تبان نفس البنت اللي كانت خاطفه نوا وغادي تهضر مع جايا وقالت لها بلي ما غادي تقدري تثبتي علينا حتى شي حاجه وهادشي حيت التطبيق صافي تمسح وما بقاش عنده الاثار. وقالت لها بلي قررت باش نسمح لكم تعتقورين باش نشوفكم شنو غادي ديروا في الاخر وبلي هاد الشخص اللي تقتل غير واحد من المشجعين ماشي هو البستاني وغادي نعرفوا بلي هاد البنت هي البستاني الحقيقي. وقالت لجايا بلي ما غاديش تقدر توقفها وهادشي حيت التطبيق كان مجرد فكره والفكره كاع ما كتموت وبلي في وقت قليل غادي يصوبوا ابليكاسيون برا اخرى. ومن بعد ملي سالات هضرتها غادي تمشي ولغديه الاصدقاء غادي يمشيو باش يزوروا القبر ديال روشيل وغادي يكونوا فرحانين بداك الانجاز اللي حققوه. ومن بعد مده طويله غادي نشوفوا واحد المراهق في طوكيو غادي يوصلوا ميساج بواحد التطبيق كيشبه التطبيق ديال الورده الحمراء وغادي يبان بلي التطبيق الفكره ديالو انتشرت في العالم وقدروا يسيطروا على معظم المراهقين. وهكا تيتسالى المسلسل.